في فجر التاريخ اجتمعت حضارة بأكملها لبناء النصب الأكثر غموضا على الأرض. لماذا فعلوا ذلك؟ روبرت بوفال باحث ومؤلف بريطاني مولود في مصر في ظل الأهرام الكبرى. يقول العالم بالآثار المصرية إنها قبور الفراعنة العظماء، لكن بوفال يعتقد أنه توجد رؤية أكبر بكثير وراء ذلك. خلال السنوات العشرين الماضية قام بالبحث عن ذلك المعنى الأعظم. هناك شيء رائع جدا في هذه الحضارة، تناغمها وتناسقها الذي لا يتغير أبدا. فنها، ديانتها، معابدها وقوانينها، حتى طريقة لباسهم بقيت على حالها. لماذا؟ لأنه مقدر لها أن تبقى كذلك. قبل بضع سنوات أطلق بوفال اكتشافا ألهب خيال العالم، فالأعمدة الغامضة داخل الهرم الأكبر في الجيزة التي طالما اعتبرت فتوحات تهوية تشير إلى النجوم. أعمدة الجانب الجنوبي من كوكب أوريون ونجم سيريوس تشير إلى إله قدماء المصريين أوزوريس وابنه حورس الموجودة في الشمال عند نجم القطب الكبير والدب الأكبر. والمجمع نفسه 3 أهرامات على صف واحد، ولكن أحدها أصغر قليلا ويميل إلى اليسار قليلا. يبدون وكأنهم يعكسون صورة النجوم ال3 لحزام أوريون وإله مصر. الأهرامات لا تحظى بشعبية عند علماء الآثار المصرية لأنها جذبت الكثير من الإكرام. في رأيي أن الهرم الأكبر له القدرة على تدمير الإحساس العام لدى الناس. تعلمون أن السيد بوفال والسيد سين والسيد عين يأتون لمدة يوم أو يومين إلى الهضبة، ثم يخرج كل واحد منهم بنظرية، لكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح. لكن نظرية بوفال لم تذهب أدراج الرياح، فبعض أفكار بوفال صدمت علماء الآثار المصريين ودفعتهم إلى إمعان النظر في النجوم. أعتقد أن الكثير من الأفكار الأكثر أهمية في العالم ينظر لها في البداية على أن الرجل مجنون. ثانيا، يقولون لنمعن النظر في أفكاره ونظهر له أين الخطأ. والمرحلة الثالثة بكثير من الأسف كنت أعرف أن هذا صحيح قبل إعلانه. عالم الفلك البريطاني آرشي روي ساعد على تأسيس علم جديد، علم يدرس كيف كانت الشعوب القديمة ترى السماء وتعبر عن حزنها في النصب التي تبنيها. إنه يستخدم الحواسيب لإعادة أجواء الماضي ومحاولة فهم ما اكتشفته الشعوب القديمة. علماء الآثار المصريون لا يملكون للأسف الكثير من الخبرة في تاريخ علم الفلك، لذا فهم لا يشعرون أن الأحداث السماوية تسيطر على أحداث الشرائع الأرضية. الحقيقة هي أننا توقفنا عن مراقبة الطبيعة. نحن لم نعد ننظر إلى السماء ولا إلى النجوم ولا الشمس. بات الناس لا يرون شروق الشمس في المدن، والفيضان لم يعد له أثر في مصر. لم نعد نلاحظ ولا نراقب. لقد كان المصريون سادة الملاحظة. كانت تمكن رؤية النجوم خلال الليل ومراقبة درب التبانة بكل مجدها. كانوا يرون النجوم وهي تتحرك إلى نقطة الموت في الغرب عند الغروب. كانت هناك النجوم تموت، وبالتالي يجب على الموتى الدخول إلى العالم الآخر كالنجوم في الغرب. كانت مصر مدركة لما حولها وشعرت بأن قوى الكون تحكمها. هذا النظام الكوني كان موجودا منذ الأزل. كان مثاليا وحافظ على توازن وانسجام الطبيعة والكون. ما يوجد في الأعلى يوجد في الأسفل، وهذا النظام كان معروفا باسم مات. لقد حكم عالم الآلهة والعالم السفلي معا. النظام الكوني مات هو الفكرة التي بواسطتها لمس المصريون الخلود وحركة الزمن المهيبة. استوعب المصريون العالم والوقت بطريقة مختلفة جدا.
فنحن دوما مندفعون نحو مكان لا يعلمه إلا الله. دائما نذهب إلى الأمام ولا نعود أبدا إلى نقطة البداية. لقد رأوا الزمن في حلقات تعود دوما إلى نقطة البداية. دورات الزمن هذه تتجمع وتتوحد في أسطورة مصر المبدعة. تحكي هذه الأسطورة أنه في البداية خرج ركام من محيط الفوضى، ومنه بدأ إله الشمس را. شروق الشمس جرى على هذا الركام، وكان أول مظهر للحياة طائرا سحريا، طائر النار فينيكس، الذي أتى وأطلق أول صيحة، وبصرخته بدأ الوقت. صرخة الفينيكس حرضت دورات نظام الكون وعجلات الزمن، وعندما تكتمل الدورة فإن الفينيكس سترتفع ثانية لتحرك حلقة جديدة. على هذه التلة بنيت هيليوبوليس مدينة الشمس ومركز العلم في مصر، حيث أسس الكهنة فكرتهم عن الكون. هناك ما يخص الأرض المصرية ويفسر شعور الناس أن مات يتحكم بمصائرهم، إنه النظام الكوني الذي تحكم بدورات الطبيعة. كل مصر عبارة عن صحراء لولا معجزة واحدة من الطبيعة. مصر هي هبة النيل، والنيل ومنذ الأزل ما زال يؤدي دوره. كل سنة بدقة تماثل دقة الساعة ترتفع مياه النيل وتفيض على كل الأرض، وتحول كل مصر إلى معجزة من الوفرة والازدهار. لذا إذا كنت حقا تريد أن تفهم مصر القديمة فيجب أن تفهم النيل ودورته. هذا ما كان يفسر كل مصر، إنه السحر والحكمة، وقبل كل شيء مفاهيمه عن الزمن الدوري والأبدية. ولا عجب أنهم ركزوا كليا على هذه المعجزة السنوية. معجزة سنوية. في كل سنة تقترب الشمس اللافحة من انقلابها الصيفي في منتصف حزيران، وترزح مصر تحت الجفاف. كل سنة كان النيل يجف حتى يصير هزيلا، ويحارب الرجال والحيوانات من أجل البقاء. لكن ما لا يعرفه قدماء المصريين أن البحيرات الكبرى في إفريقيا كانت تمتلئ بالأمطار الموسمية، وتسبب اندفاع سيل المياه إلى الشمال لإنقاذ مصر. كانت مصر تولد من جديد في كل عام. كانت تعبر عن هذا رهبتها السنوية من معجزة إحياء عن طريق آلهتها. لقد كان لون آلهة البعث أخضر كلون المحصول الجديد. إله الحياة الأخرى أوزوريس. طيران أسراب أبو منجل قبل ساعات فقط من الفيضانات بدا بشيرا على اقتراب ولادة جديدة، ورمزا من ثوث العظيم إله الحكمة وراعي الآلهة. قدماء المصريين كانوا مراقبين ممتازين للطبيعة، ولم يستطيعوا أن يغفلوا عن ملاحظة أن دورة النيل تتطابق تماما مع دورة الشمس والنجوم. ولقد رأت مصر ظاهرة كونية أعظم خلال طقوس الولادة الجديدة. النجم الألمع في السماء سيريوس لن يغيب عن الأنظار لمدة 70 يوما، لكن في مطلع الانقلاب الصيفي وقبيل شروق الشمس والعودة من الفيضانات سيظهر سيريوس فجأة. هذه 70 يوما كانت بمثابة فترة سحرية للنجم. لقد كانت هامة جدا. إنها الفترة التي كانوا يعدون فيها المومياء. كانوا يتركونها 70 يوما قبل أن يحتفلوا بالبعث، انتظروا وقوع المعجزة كما تنبأ الكهنة. وفعلا ظهر النجم كما هو متوقع في الفجر، أي عندما ترتفع الشمس عند انقلابها الصيفي، وفي الوقت الذي يأتي فيه الفيضان لينقذهم.